العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أيها السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، وفيها أنشطة الزراعة الخريفية تسير جيدا في الكاشبركة. خدمات طب العيون تحقق تطورا ملحوظا في جنوب البحر الأحمر. إشادة بدور الشباب لمكافحة كورونا في إقليم عنسبة. منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى الاستعداد لجائحة طويلة الأمد. كحول سام يقتل أكثر من 80 في الهند. وحريق ضخم بكاليفورنيا يجبر آلاف على ترك منازلهم. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مكتب وزارة الزراعة في إقليم الكاشبركة تسارع النشاط الزراعي منذ نهاية شهر يوليو بعد تأخير هطول الأمطار. وأفاد مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد نقاسي حبت ميكائيل وضع خطة لزراعة مساحة 240 ألف هكتار بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية هذه السنة في الإقليم، لكن المساحة انخفضت لمخاطر وباء كورونا وتأخر الأمطار، داعيا المزارعين الاستفادة الجيدة من الأمطار المبشرة. وأشار إلى عدم هطول الأمطار في معظم مناطق الإقليم في شهر يونيو وجزءا من يوليو، وبدأت الأمطار في الأسبوع الثالث لشهر يوليو بمعدل مبشر في كافة المناطق. وذكر سير الحراثة بالوسائل التقليدية والجرارات الخاصة والحكومية، موضحا تقديم الجرارات الحكومية الحراثة بأسعار مناسبة رغم قلتها. وأوضح توقعات الأحوال الجوية لاستمرار الأمطار فترة طويلة في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المزارعين تسير نشاطاتهم الزراعي دون قلق والقيام بالمتابعة اللازمة للجراد. أفاد الكادر الصحي في إقليم جنوب البحر الأحمر تحقيق نتائج مرضية لخدمات طب العيون في الإقليم. وأوضح جراح زرقة العين في مستشفى عصب الممرض جابري هايلا ملكوت أن طب العيون الذي بدأ بقدرات محدودة يتوسع ليشمل الجراحة وتركيب النظارات والفحوصات الطبية. وقد ارتفع المرضى والمعاودون للمستشفى بنسبة 100% مقارنة مع العام السابق. 60% منهم أجريت لهم عمليات جراحة زرقة العين وغيرها، وتوزيع النظارات بعدد كبير. وأشار إلى إجراء فحوصات العيون لأكثر من 11 ألف طالب وتقديم النظارات مجانا ل89 طالب. وقال إن التطور الذي تحقق في القدرات البشرية والمعدات ساهم لخدمات جيدة. يقوم شباب إقليم عنسبة بدور رائد لمكافحة وباء فيروس كورونا وتأمين التباعد الاجتماعي في المؤسسات في المرافق الخدمية. ويعمل الشباب في جميع مديريات الإقليم بمراقبة أماكن التجمعات الشعبية والتوعوية بأهمية التباعد لمكافحة الوباء. وذكر الشباب ارتفاع الوعي الشعبي حاليا بوباء فيروس كورونا وسبل مكافحته، لكن في التنفيذ تحصل على بعض الخروقات خاصة في المؤسسات الصحية. وأوضحت مسؤولة المشاريع في مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة شاملة قبر خيدان أن الأنشطة الطوعية التي يقوم بها الشباب تهدف تأمين سلامة الشعب، داعية للتعاون معهم. امتلأ خورلابا أكثر من حجمه نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في 30 من يوليو في الهضبة في تدمير الحواجز المائية والقنوات الموزعة التي شيدت في الأشهر الماضية بالطاقة العضلية والثيران في مناطق قنصل وطورا ودبرت، حسب ما أفاد به مراسل إيرينا.
وأوضحت إدارة مديرية شعب بإقليم شمال البحر الأحمر بأن السيول المتدفقة بقوة ذهبت إلى البحر دون فائدة، والتي كان بالإمكان ري 1550 هكتار. وتسببت السيول في تدمير شامل لحاجز مائي في منطقة قنصل بطول 125 متر، ويروي 800 هكتار و250 متر حاجز في منطقة دبرت خلق حفرة بعمق 9 أمتار. ورغم أن مزارعي شعب أجروا صيانة بتنسيق قدراتهم في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن السيول المتدفقة من المرتفعات بقوة خلقت انجراف التربة في مساحات واسعة بمزارعهم، ودعت الإدارة دعما سريع للآليات. في غضون ذلك بفضل إعداد الحواجز المائية في منطقة قدقد بالآليات، رويت المساحات المعدة للزراعة كاملا. يقوم المواطنون من الداخل والخارج والمهجر بإعفاء مدفوعات إيجارات البيوت. وفي هذا الإطار عفى المواطنون إيجارات البيوت لفترات شهر وشهرين و3 أشهر و4 أشهر، وحتى زوال كورونا من البلاد في ضاحية وكدبة. وفي مديرية عداقة حموس عفى المواطنون إيجارات بيوت ومتاجر لفترات شهر وشهرين و3 أشهر. وفي ضاحية قحوطة تم إعفاء إيجارات بيوت لشهر وشهرين. أيها السادة والسيدات، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا سيكون طويل الأمد، مشيرة إلى أن مستوى المخاطر العالمية لكوفيد-19 مرتفع للغاية، داعية إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية. دعت منظمة الصحة العالمية التي تعقد اجتماعا للمرة الرابعة من أجل إعادة تقييم تفشي فيروس كورونا دول العالم إلى الاستعداد لجائحة طويلة الأمد. وحتى اليوم أحصيت أكثر من 18.6 مليون إصابة في العالم، وتوفي أكثر من 690 ألف شخص بالمرض، بينهم قرابة 200 ألف في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي فقط، وفق حصيلة عدتها وكالة الأنباء الفرنسية. لقي أكثر من 80 هنديا حتفهم نتيجة تناولهم كحولا ساما مقطرا في معامل محلية غير شرعية، ووقفت الشرطة الهندية 25 شخصا قيد التحقيق في الحادث. وقضيت ضحايا في 3 محافظات في الولاية الشمالية، ووقفت الشرطة 25 شخصا وفق وكالة أخبار هندية. وقال مسؤول لوكالة فرانس بريس إن 11 شخصا قضوا في محافظة غوادا سابور. أوردت الوكالة أن المشروبات الكحولية غير المرخص لها قانونيا حصدت أرواح 12 شخصا في محافظة أمريتسار المجاورة و36 في مدينة تاران. ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع اللتر بسعر زهيد. قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8,000 من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة عبر أكثر من 4,000 فدان. وتم الإبلاغ عن الحريق في بلدة تشيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس أنجلوس، ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل. وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية. وذكرت إدارة الإطفاء أنها تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم حسب ما ذكرت رويترز. والخبر الأخير في هذه النشرة:
دشنت اليونان أول متاحفها تحت الماء، والمتحف عبارة عن كنز أثري مكون من حطام سفينة غرقت في القرن الخامس قبل الميلاد، وتحوي آلاف الجرار الخزفية التاريخية، وذلك قبالة سواحل جزيرة اليونيسونس في قرب بحر إيجح. وحضرت وزيرة الثقافة لينا ميندوني مسؤولين آخرون حفل تدشين الذي أقيم على متن سفينة وتحت الماء بمشاركة قواصين. وستتاح زيارة موقع الحطام لهواة القوس المرخصين بين 3 أغسطس و2 أكتوبر، فيما سيتمكن الأشخاص غير القادرين على القطس من القيام بجولة افتراضية في المتحف داخل مركز في مدينة أليونيوسيوس. وأوضحت كالامارا أن الجرار تكشف الحجم الضخم للسفينة القديمة، ولا تزال أكثرية الجرار في حالتها الأصلية بعدما اكتشفها صياد في العام 1985. ختام النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا للمتابعة، دمتم بألف خير.